هريدي جوزك كل شويه تنزلوا في نص الليل وتروحوا الطوارئ، تروحوا وترجعوا والدكتوره تقول لك مفيش حاجه، دي تفاسيح ولاده. طب ايه معنى الطلق الكاذب او تفسيح الولاده، وازاي الحامل تفرق بينه وبين الطلق الحقيقي؟ الطلق الكاذب او تفسيح الولاده دي عباره عن بروفه ربنا بيعملها للرحم عشان يبدا يتعود على الانقباض وما يتفاجئش بالطلق الحقيقي مره واحده. بيبدا عاده من نص الشهر الثامن وليه خصائص معينه، زي عباره عن وجع بسيط في البطن وتقل من تحت او تحجير في اماكن معينه. معظمكم بتقولوا ان هو ليه علاقه او شبه مغص البريود، بيكون مش منتظم، ممكن يستمر ساعتين لثلاثة ورا بعض، وممكن يجي مرة أو اتنين في اليوم. لو خدتي مسكن بسيط إقراص أو حقن بيقل وبيختفي. أما الطلق الحقيقي ده طلق لو جه هتعرفيه. الطلق اللي بجد اللي هو الاستمر بيخلي عنق الرحم بيتسع حتى الولاده، عباره عن تحجيره في البطن من فوق معاها الم في الظهر. كمان السر في الطلق الحقيقي هو الانتظام، يعني بيجي كل ساعه بعدين كل نص ساعه وهكذا، بيفضل يقرب من بعضه لحد ما يبقى كل 5 دقايق، وبيستمر في المره الواحده لمده دقيقه، وما بيروحش بالمسكنات. ملحوظه ممكن يجي في اي وقت طول الحمل، بس لو جه قبل 37 اسبوع اسمه طلق مبكر، ممكن يؤدي لولاده مبكره، عشان كده لازم نتدخل عشان نوقفه.